فيلمنا بيبدأ ببيتر باركر وهو بيجري علشان يلحق باص مدرسته، لكن بنشوف ان الطلبة والسواق بيضحكوا عليه بسبب انه منبوذ وكله بيستهزأ بيه. بيطلع الأتوبيس ومحدش بيرضى يقعدوا جنبه. بيشوف بيتر ماري جين في الباص مع صاحبها وبيكمل في صمت لأنه أجبن من إنه يعترف لها بحبه، وفجأة واحد بيكعبله فبيقع على وشه وبيتحرج. بيوصل المدرسة وبيشوف ماري جين واقفة بتشاور له، فبيشاور لها في انبساط وفرحة، لكن بيكتشف إنها بتشاور لناس وراه مش ليه هو، فبيتحرج تاني وبيمشي وهو زعلان. بنشوف هاري وأبوه نورمان بيوصلوا المدرسة. أبو هاري بيبقى عبقري وملياردير. بينزل هاري يسلم على بيتر اللي بالمناسبة هو صاحبه الوحيد في المدرسة. بيلحقهم نورمان علشان يدي لهاري شنطته اللي نسيها في العربية، فبيسلم على بيتر وبيتعرفوا، وبيعرف منه انه بيحب العلوم وكان معجب جدا بتفكيره. بيروحوا رحلة ميدانية مع المدرسة لمتحف العلوم، وبتشرح المدرسة حاجة عن العناكب. بيحاول بيتر يصور العناكب بالكاميرا بتاعته، لكن بيتعرض للمضايقة من زملائه وما بيقدرش يدافع عن نفسه بسبب انه ضعيف الشخصية والجسمان. بيتدخل صديقه هاري وبيبعدهم عنه. بيشوف بيتر ماري جين واقفة لوحدها وبيعرض عليها انه يصورها وبتوافق، ووسط ما بيتر مشغول بتصويرها بينزل عنكبوت من فصيلة نادرة على ايد بيتر وهو ماسك الكاميرا. بيلدغ ايده وبيتوجع وبيسيب علامة. بننقل بعدها على نورمان وهو بيعرض سلاحه اللي طوره للجيش واللي كانوا مبهورين بيه، وبيطلبوا منه يكمل في تطويره. وبيرجع بيتر البيت. بيتر عايش مع عمه ومرات عمه. بيطلبوا منه يقعد ياكل الغدا معاهم، فبيعتذر وبيقول لهم انه تعبان، وبيطلع على اوضته ينام. واول ما بيدخل الاوضه بيحس انه دايخ وحرارته عاليه، وبيبقى شبه فقد الوعي وبيقع على الارض، وبيسحب الغطا والسم بيكون بينتشر في جسمه كله. بنرجع لنورمان اللي بيجرب سائل اخترعه على نفسه. السائل بيكون بيزود قوه وتحمل الانسان عن المعدل الطبيعي، وبيزود قوته اضعاف. أثناء التجربة بتحصل لنورمان تشنجات وبيفقد الوعي. بيتدخل المساعد علشان يفصل الجهاز وينزله من عليه. فجأة نورمان بيصحى وبيخنقه بإيد واحدة وبيرميه بقوة شديدة بعيد، وبيبان عليه إنه بيتصرف بطريقة مجنونة. بنرجع تاني لبيتر وبيصحى من النوم وبيتفاجئ إنه شايف كل حاجة بوضوح من غير نظارة ونظره اتحسن. وبيتفاجئ أكتر لما بيعدي من قدام المراية وبيشوف إن جسمه بقى أقوى وبقى عنده عضلات. بيفرح جدا وبيجهز علشان ينزل المدرسة. فبيشوف ماري جين بتتخانق مع أبوها، وبيقف يشوفها وهي رايحة تركب العربية مع صاحبها. بيعدي من جنبه باص المدرسة وكالعادة مش بيقف له. بيحاول بيتر يجري يلحقه، لكن اليافطة الورق اللي على الباص بتلزق في ايده. بنشوف بعد كده بيتر في المدرسة وهو بيتغدى، وبتعدي ماري جين من جنبه وبتتزحلق، لكن بيتر بيلحقها هي وصينية الأكل بكل احترافية. بتنبهر ماري جين باللي عمله وبتشكره. بيرجع يكمل أكله وبيلاقي الشوكة لزقت في ايده وبيحاول يشيلها، لكن بيشوف خيوط عنكبوت طالعة من ايده. بيحاول يشد الخيوط، لكن بتطلع خيوط اكتر بتمسك في صينية الاكل. بيشدها بيتر في محاولة انه يفك الشبكة، لكن بتخبط في واحد وراه. بيتوتر بيتر وبيخرج جري من الكافيتيريا. بيمشي وراه الشاب اللي اتضرب بالصينية وهو متعصب جدا. بيحاول يهجم على بيتر، وكل ما يوجه له ضربة بيتر بيتفاداها بكل سهولة ورد فعل سريع. بيحاول شخص تاني يفاجئ بيتر من ظهره، لكن بيتر بيتفاداها عن طريق انه نط في الهواء وتشقلب، وبيضربهم الاتنين وبيبعدهم بقوة وسط ذهول كل اللي واقفين من اللي بيحصل. بيجري بيتر فورا من المدرسة لحد ما بيقف في مكان فاضي بين العماير علشان يبص على ايده اللي بيلاقي فيها اشواك صغيرة منتشرة على مسام جلده، وبيفهم انها السبب اللي خلى يافطة الباص تلزق في ايده. وبيحاول يطلع على الحيطة وفعلا بينجح لحد ما بيوصل للسطح. بيروح بالليل البيت وبيشوف ماري جين بره البيت وبيتكلموا، وبتسأله ماري هتعمل ايه بعد الثانوية، فبيقول لها بيتر انه هينقل المدينة ويشتغل مصور صحفي، وهي بتقول له انها عايزة تبقى ممثلة، فبيقول لها انها هتبقى ممثلة جميلة. بعدها بتسيبه علشان تركب مع صاحبها العربية. بيبص عليهم بيتر من بعيد وهو متضايق، وبيتمنى لو عنده عربية علشان يعرف يخرجها معاه. بيدور في الجرايد وبيلاقي اعلان عربية ب$2000، وتحتها بيشوف مسابقة مصارعة جايزتها $3000، وفورا بيقرر يشارك علشان يعرف يشتري العربية. وبيبدأ بيتر في تصميم بدلة علشان محدش يعرف هويته. بننقل بعدها ليوم المسابقة.
المسابقة. بيدخل بيتر القاعة وبيشوف مصارع قوي بيكسب كل المتسابقين. بيجهز بيتر علشان يقدمه المذيع ويقول عليه اسم سبايدر مان وسط سخرية الجمهور من شكله وإنهم فاكرينه ضعيف. بيدخل الحلبة وبيقفلوا القفص وبيكون مهاري ورشيق قدام المصارع القوي اللي مش بيعرف يمسك بيتر خالص. بيتغلب عليه بيتر وبيكسب المسابقة. بعدها بيروح يستلم الجايزة بس الراجل اداله $100 بس. بيغضب بيتر وبيقول له ان الجايزة المفروض 3000. فالراجل بيقول له ده اللي موجود، مش عاجبك ما تاخدهاش. بياخدها بيتر وبيخرج وهو زعلان. وبيدخل بعدها حرامي بيسرق كل الفلوس وبيجري في اتجاه بيتر علشان يركب الاسانسير. بيطلب الراجل من بيتر يوقف الحرامي لكن بيتر بيسيبه يهرب انتقاما منه علشان ما اداهوش فلوسه. وبينزل الشارع بيلاقي زحمة فبيقرب يشوف فيه ايه وبيتفاجئ ان عمه مضروب بالنار ووقع على الارض. بيعرف من اوصاف الشاهدين اللي واقفين ان الحرامي اللي سرق الفلوس هو اللي ضربه بالنار. بينهار بيتر من العياط وبيقرر ينتقم. بيلبس البدلة وبيبدأ يدور عليه لحد ما بيسمع انه بيطارد من البوليس. فبيستخدم بيتر الشباك اللي بتخرج من ايده علشان يتأرجح بين العماير. بيقدر يوقف العربية لكن الحرامي بينزل يهرب في عمارة مهجورة. بيلحقوا بيتر وبيشيل من على وشه الماسك وبيتأكد ان هو اللي سرق الفلوس وقتل عمه. بيهدد الحرامي بيتر بمسدس لكن بيتر بياخده منه بسرعة فبيخاف الحرامي وبيرجع ورا واتزانه بيختل فبيقع من الشباك وبيموت. بعدها بيتر بيروح يواسي مرات عمه. بنروح بعدها لقادة الجيش وهما بيجربوا قنبلة جديدة وفجأة وسط نار الانفجار بيظهر نورمان بزي أخضر على لوح طائر وبيدمر المكان وبيقتلهم. بعد فترة بيتخرج بيتر من المدرسة وبيكون فرحان جدا مع عمته بس بيوصل البيت وبيفضل يعيط. وبتدخل عليه عمته فبيقول لها إنه كان نفسه عمه يبقى موجود في يوم زي ده. فبيقسم إنه هيستخدم قوته في الخير وإنه هيخلي عمه فخور بيه زي ما وعده. بعدها بنشوفه في بدلة أجدد وأحسن بيطارد المجرمين في الشوارع وبيساعد الشرطة تقبض عليهم وبدأت الصحافة تكتب عنه. بنشوف بعدها مستر جيمسون رئيس تحرير أكبر صحيفة في المدينة وهو متعصب وبنعرف إنه مش بيحب ولا بيطيق سبايدر مان وإنه حاطط مكافأة مالية للي يعرف يصوره حصري للصحيفة. بنشوف بيتر وميري بيتقابلوا في المدينة بعد فترة وبيسألها عن أحوالها ووصلت لإيه في اللي اتكلموا فيه زمان عند البيت. فبتقول له إنها شغالة نادلة في مطعم وبتكون مكسوفة جدا. فبيواسيها وبيقول لها إنها هتحقق حلمها في يوم من الأيام وتبقى ممثلة. بنشوف بعدها بيتر وهو في بيت هاري وبيقابل والده نورمان اللي معجب ببيتر وبيعرف إن بيتر بيدور على شغل. فبيعرض عليه يجيب له واسطة في أي مكان هو يختاره وإن عنده علاقات قوية كتير تقدر تساعده. بيرفض بيتر بأدب وبيقول له إنه بيحب يعتمد على نفسه. بعدها بيشوف بيتر الإعلان في الصحيفة إن أي حد هيصور سبايدر مان ليه مكافأة مالية. فبيصور نفسه وهو بيمسك المجرمين وبيوديها الصحيفة وبيعرضها على جيمسون رئيس التحرير. فبيعرض عليه جيمسون $200 فبيرفض بيتر ولسه هيقوم يمشي. بيناديه جيمسون وبيقول له خلاص هاخدهم ب300. فبيوافق بيتر وبيقول له انه بيدور على شغل في الجريدة. فقال له جيمسون انه يفضل يصور سبايدر مان كتير وهو هيشتري كل الصور اللي هيجيبها بس كعمل حر مع الجريدة مش شغل بشكل رسمي. فبيوافق بيتر. بنروح بعدها لنورمان وهو في مجلس إدارة الشركة بتاعته وبيقولوا له إن الشركة هتتباع برأي أغلبية المجلس وإنه المفروض يقدم استقالته. بيتعصب عليهم نورمان وفجأة بيهدى وبيضحك لهم ضحكة ماكرو وبيمشي. تاني يوم بيكون في احتفال في المدينة وبنشوف بيتر واقف بيغطي أجواء الاحتفال وبيشوف في عدسة الكاميرا هاري وميري واقفين بيحبوا في بعض وبيتضايق جدا وبيغير. لكن فجأة بيظهر نورمان بلبس العفريت الأخضر وبيرمي قنبلة على الناس وأعضاء مجلس الإدارة وبيموتهم. فبيجري بيتر بسرعة يقلع هدومه علشان يتحول لسبايدر مان وبيروح يحارب العفريت الأخضر لكن كان قوي جدا وبيبدأ يضرب سبايدر مان وبيجري وراه وبيضرب عليه نار. وفي نفس الوقت ماري جين بتكون هتقع من فوق المبنى اللي اتضرب فيه القنبلة وبيسمعها سبايدر مان وبيتصدى العفريت الأخضر وبيضربه بالشباك في عينه وبيعطل الزلاجة الطائرة وبيضطر يهرب بعيد. وبيقول لسبايدر مان وهو بيهرب انه مش هيسيبه. بتقع ماري جين وبينط بسرعة وراها سبايدر مان وبيلحقها في آخر لحظة وخدها مكان هادي فوق سطح فيه شجر. وبتسأله ميري عن اسمه فبيقول لها ان اسمه سبايدر مان.
بعدها بنشوف نورمان في بيته وهو بيكلم نفسه في المراية، وبنفهم إن عنده انفصام أو مجنون، لأنهم كانوا شخصين بيكلموا بعض مش شخص واحد وانعكاسه. وكان باين إن اللي في المراية صوت العفريت اللي هو مسيطر على دماغ ووعي نورمان. بعدها العفريت بيهجم على مكتب رئيس التحرير وبيكون عايز يعرف منه مين هو سبايدر مان، فبيقول له إنه ما يعرفش. لكن العفريت الأخضر ما كانش مصدقه وكان هيقتله، لكن بيظهر سبايدر مان وبينقذ رئيس التحرير، فبيضرب عليه العفريت غاز مخدر. بيفوق سبايدر مان بالليل وبيشوف العفريت قاعد قدامه فوق سطح مبنى، وبيعرض عليه ينضم ليه وإنهم سوا ممكن يحتلوا العالم، وقال له هديلك مهلة تفكر، وبيسيبه وبيطير على الزلاجة. بيروح بيتر لماري جين المطعم يطمن عليها، وبيتكلموا شوية، وبيعرض عليها يوصلها لكنها بترفض علشان مش عايزة تتعبه وبتمشي لوحدها. وبيشوف بيتر إن في ناس ماشيين وراها علشان يعتدوا عليها، بيلحقها بيتر وبيضربهم كلهم بكل سهولة، وبيكون مش لابس القناع. لكن لحسن الحظ الجو كان ضلمة ومطرة فميري ما شافتهوش. بننتقل بعدها على مشهد فيه شقة بتولع، والمطافي بتمنع واحدة بتصوت إنها تدخل علشان تنقذ ابنها اللي لسه فوق في الشقة. فبيوصل سبايدر مان وبينقذه وبيديه لأمه، والضابط بيحاول يقبض عليه، لكن بيسمعوا صوت صريخ حد تاني فوق. ولما بيطلع بيشوف إن الصوت ده صوت العفريت، وإن هو اللي ولع في المبنى علشان يستدرج سبايدر مان، وبيسأله لو فكر في عرضه ولا لسه. فبيرفض سبايدر مان وبيهجم عليه نورمان، وبيضرب عليه قنابل طائرة وبيقدر يتفاداها كلها، لكن آخر واحدة بتجرحه في إيده، وبيقع المبنى وبيهرب سبايدر مان والعفريت من الانهيار. وبعدها بنروح لنورمان وهو رايح بيت عمة بيتر اللي عزمهم على الغداء، وبيعرفها هاري على صاحبته ماري جين. وبيوصل بيتر بعدها وبيبدأوا يتغدوا، وبيشوف نورمان الجرح اللي في ايد بيتر وبيسأله عليه، فبيقول له بيتر انه وقع من على الموتوسيكل. وبيفهم نورمان ان بيتر هو سبايدر مان، بيقوم يعتذر له لانه لازم يمشي، لكن بيلحقه هاري وبيسأله عن رأيه في صاحبته ميري. فبيقول له نورمان انها مش من مقامه وانها ما تلقش بيه، وبينزل وبيسيبه بسرعة. بتسمعه ماري بالصدفة وبتزعل جدا من الكلام. وبنشوف نورمان بعدها في البيت بيتكلم مع اقناع العفريت وبيقول له لازم نقضي على سبايدر مان هو وكل اللي بيحبهم. وفعلا بيهجم على عمة بيتر وبيرعبها علشان يهدده. بتتصاب عمته وبتتنقل المستشفى، وبيروح بيتر بسرعة علشان يشوفها في حالة ذعر، وبتتكلم عن العفريت الأخضر. وبيتفاجئ بيتر وبيتصدم وبيعرف ان العفريت كشف هويته. بنشوف بعد كده ماري جين وهي بتزور عمة بيتر وبتحكي له عن سبايدر مان وانه انقذها، فبيقول لها انه يبقى المصور الخاص بسبايدر مان وانه حكى له عنها. فبتفرح ماري جين جدا وبتمسك ايد بيتر وبتقول له بجد، لكن بيدخل عليهم هاري وبيفهم غلط وبيتضايق جدا من ماري وبيتر. وبعدها بيروح البيت وبيحكي لابوه ان ماري جين بتحب بيتر، فبيحضنه نورمان وبيواسيه. بعدها بتيجي لبيتر مكالمة من العفريت وبيقول له يقابله دلوقتي عند الجسر. وبيروح فعلا سبايدر وبيلاقي العفريت ماسك ماري جين في ايد وماسك عربية فيها اطفال كتير على ارتفاع كبير، وبيخيروا بين ماري جين والاطفال وبيسيبهم مع بعض في نفس اللحظة. وبيقدر سبايدر مان ينقذ الاطفال وماري جين مع بعض. بعدها بيضرب العفريت سبايدر مان، فجأة بتقع منه ماري جين لكنها بتمسك في حرف من الجسر. وبيبدأ الناس على الجسر يرموا ازايز على العفريت علشان يعطلوه لحد ما سبايدر مان يقدر يوصل الاطفال وماري جين لبر الامان. بيلحقوا العفريت وبيضرب عليه قنبلة، فبتضعف بيتر وبيبقى مش قادر يوقف العفريت، وبيفضل العفريت يضرب فيه وبيطيروا بعيد لحد ما بقوا في المقابر. وقبل ما يجهز عليه ويقتله بسلاح حاد، بيتر بيستجمع قوته وبيقاوم العفريت على آخر لحظة وبيوقع الحيطة عليه. وقبل ما يخلص عليه بيسمع صوت نورمان من تحت القناع، وبيشوف العفريت بيقلع قناعه علشان فعلا يعرف ان العفريت يبقى نورمان. وبيفضل يترجاه علشان خاطر هاري صاحبه، وانه مش عارف يسيطر على نفسه، وانه مش بايده اللي بيعمله ده. وفجأة بيغدر نورمان ببيتر وبيستدعي الزلاجة اللي فيها رمح في مقدمتها علشان يقتل بيتر، لكن بيتر بينط في الهواء على آخر لحظة وبيدخل رمح الزلاجة في صدر نورمان. وقبل ما يموت بيطلب منه ما يعرفش هاري انه يبقى العفريت. بياخد بيتر جثة نورمان وبيوديه بيته وبيحطه على الكنبة، لكن بيشوفه هاري وبيفتكر ان سبايدر مان هو اللي قتل ابوه.
وبيطلع هاري المسدس علشان يقتله، لكن بيكون اختفى. بنروح للمشهد الأخير في جنازة نورمان، وبيروح بيتر لهاري بعد الجنازة يواسيه، فبيقول له هاري إن سبايدر مان هو اللي قتل أبوه وإنه مش هيسكت. بعدها بتروح ماري جين لبيتر وبتعترف له بحبها، لكن بيتر بيقول لها إنه مش هيقدر وإنه هيفضل موجود على طول علشان يحميها، لكن مش هيقدر يبقى أكتر من صديق. وبيسيبها وبيمشي وهو بيفتكر كلمات عمه إن مع القوة الكبيرة بتيجي مسؤوليات أكبر. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. نتمنى يكون عجبكم، واستنونا في ملخص الجزء الثاني. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير للفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لنا في الكومنتات ايه الفيلم اللي حابين نقدمه المرة الجاية.